غضب غير مسبوق داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما عبر رئيس الفيفا جياني إنفانتينو عن استيائه الشديد من طريقة تعامل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مع أزمة نهائي البطولة الإفريقية، وهي الأزمة التي فجرت جدلاً واسعاً بعد العقوبات المفروضة على المنتخب السنغالي إثر انسحابه من النهائي. وفي خضم هذا المشهد المتوتر، عاد اسم المملكة المغربية ليبرز كنموذج إيجابي في التسيير الكروي، بفضل ما حققته من استقرار تنظيمي وبنية تحتية متطورة واحترام صارم للقوانين. وبحسب تقارير إعلامية متطابقة، فإن إنفانتينو وبخ مسؤولي الكاف واعتبر أن ما حدث يسيء لصورة الكرة الإفريقية عالمياً، واصفاً طريقة إدارة الملف بالمهزلة التنظيمية التي لا تليق بحجم المنافسة ولا بقيمة النهائي القاري. كما شدد رئيس الفيفا على ضرورة إعادة النظر في القرارات المتخذة مع دراسة كل الملابسات والسياق العام للأحداث، وعدم اللجوء إلى عقوبات متسرعة قد تعمق الأزمة بدل حلها. وفي هذا الإطار طالب متابعون وخبراء بضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة داخل القارة، وعلى رأسها التجربة المغربية التي أثبتت قدرتها على تنظيم أكبر التظاهرات القارية والدولية باحترافية عالية، ما جعلها تحظى باحترام الهيئات الدولية. هذا الجدل فتح الباب مجددا أمام تساؤلات كبيرة حول مستقبل الحوكمة داخل الكاف، وإمكانية فرض إصلاحات حقيقية تعيد الثقة وتضمن العدالة والشفافية لجميع المنتخبات الإفريقية دون استثناء.